بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نتعرف لتيب دو فراز أو نوعية أو أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. والنوع الأول هو لا فراز انتيغوغاتيف أو جملة الاستفهام في اللغة الفرنسية. La phrase interrogative sert à poser une question أو جملة الاستفهام تنبني على أساس طرح سؤال. Il se termine toujours par un point d'interrogation، يعني هنا تنتهي دائما بعلامة الاستفهام. لصياغة جملة الاستفهام نستعمل عبارة est-ce que أو هل. في اللغة العربية نقول est-ce que tu es malade أو هل أنت مريض، ولا ننسى دائما وضع علامة الاستفهام. وهناك طريقة أخرى لصياغة جملة الاستفهام وهي l'inversion de sujet أو قلب الفاعل. نعلم على أن في اللغة الفرنسية تبدأ الجملة بلو sujet وهو الفاعل ثم يليه الفعل، وحينما نصوغ جملة الاستفهام أو حينما نسأل هنا نقلب الفاعل ويصبح ثانيا، بينما الفعل هو الذي يصبح أولا. مثلا في جملة عادية نقول tu fais tes devoirs، هنا أنت تنجز واجباتك، ولكن حينما نطرح سؤالا يصبح هنا الفعل في الأول ثم لو سوجي أو الفاعل ثانيا. نقول fais-tu tes devoirs أو أأنجزت واجباتك، ودائما لا ننسى علامة الاستفهام. هناك أيضا طرق أخرى وهي لمو انتيغوغاتيف أو الكلمات أو أسماء الاستفهام أو كلمات الاستفهام، وهي كثيرة جدا يمكن أن نصوغ بها جملة الاستفهام أو أن نطرح بها سؤالا. مثلا كومون وهي كيف، نقول كومون تاليفو أو كيف حالكم، هنا علامة استفهام. كي كذلك هنا نسأل عن شخص ما نقول كيس أو من هذا، علامة استفهام كذلك. كون هنا نسأل عن الزمان أو الوقت نقول quand as-tu le devoir أو متى لديك واجبا أو امتحانا. كذلك نضع علامة استفهام، وأؤكد على ضرورة وضع علامة الاستفهام لكي تظهر لنا جملة استفهامية. combien هنا نسأل عن العدد نقول combien y a-t-il de phrases أو كم عدد الجمل الموجودة، كذلك علامة استفهام. كوا ماذا، علامة استفهام. بوركوا لماذا، كذلك نضع هنا علامة استفهام. وهناك كلمات أخرى وعبارات أخرى تدل على جملة الاستفهام. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. إن شاء الله لازلنا سنتطرق إن شاء الله لنوع آخر من الجمل في اللغة الفرنسية أو لتيب دو فراز. شكرا على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.